أبرزهم السقا وفهمي، ثنائيات فنية تجمعهم البطولة السينمائية لأول مرة. نشرت مؤخرا تقديم بطولات ثنائية بين الفنانين سواء على شاشة التلفزيون أو السينما، وكان أحدثهما فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه الدسوقي الذي تجاوز الإيرادات 100 مليون جنيه في دور العرض المصري، فيما نرصد الثنائي تجمع أول مرة في بطولة سينمائية. يشارك الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي فيلم أحمد الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الآخر دور مهندس ديكور، ويعيش سويا عديدا من المواقف الكوميدية والأزمات. الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي شامي، وحاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال. أكرم حسني وياسمين عبد العزيز. يجمع الثنائي أكرم حسني وياسمين عبد العزيز لأول مرة في فيلم زوجة رجل مش مهم، تأليف شريف الليثي، إخراج معتز توني، والمنتج تامر مرسي. وتجسد ياسمين عبد العزيز خلال أحداث العمل زوجة أكرم حسني. شيكو ومحمد إمام. فيلم صقر وقرنية يجمع محمد إمام وشيكو لأول مرة في السينما، ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين رياسة ويارا سكري وانتصار. ويجري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم الذي يكتبه أيمن واطر، ويخرج حسن المنياوي، وينتج وائل عبد الله. أبرزهم السقا وفهمي، ثنائيات فنية تجمعهم البطولة السينمائية لأول مرة. نشرت مؤخرا تقديم بطولات ثنائية بين الفنانين سواء على شاشة التلفزيون أو السينما، وكان أحدثهما فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه الدسوقي الذي تجاوز الإيرادات 100 مليون جنيه في دور العرض المصري، فيما نرصد الثنائي تجمع أول مرة في بطولة سينمائية. يشارك الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي فيلم أحمد الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الآخر دور مهندس ديكور،